السلام عليكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكايات آخر الليل. الحلقة دي هتكون عن جريمة من الجنة 2013. النهاردة بنعرض القصة دي لغرض التوعية، وكمان لأن الجرائم من النوع ده دخيلة على مجتمعنا المصري والعربي. بس قبل ما نبدأ لازم ننوه إن الحلقة دي للكبار بس، ومش مناسبة للمشاهدة العائلية. يلا بينا نبدأ. سنة 2006 في محافظة الجيزة كان في شاب اسمه حسام، عنده 24 سنة، عايش مع أهله في حي راقي. أبوه كامل راجل متدين ومحترم، كان بيشتغل مهندس في شركة كبيرة. أمه كانت موظفة في بنك، وحسام هو ابنهما الكبير، وكان عنده أخت وحيدة أصغر منه بكام سنة. حسام وأخته اتربوا في بيت متوازن ما فيهوش مشاكل، والعلاقة بين الأب والأم كانت كلها تفاهم ورقي. ظروفهم المادية كانت كويسة جدا، وأبوهم وفر لهم كل حاجة، من تعليم في مدارس خاصة لتعليم لغات. يعني حسام ما كانش ناقصه حاجة، عاش حياة كلها رفاهية. لما حسام كبر وبقى عنده 14 سنة وصل لمرحلة المراهقة، وبدأ يستقل بنفسه. بقى بيحب العزلة، وكان أحلى لحظاته وهو قافل الباب على نفسه في أوضته. أبوه كان بيسيبه براحته، واثق إن التربية اللي رباه بيها هتحميه من أي انحراف. لما وصل للثانوية العامة حسام جاب مجموع كبير، ودخل كلية تجارة جامعة القاهرة. أبوه اشترى له شقة في مدينة بدر وكتبها باسمه كهدية نجاح. بعد ما اتخرج اشتغل محاسب في نفس الشركة اللي أبوه بيشتغل فيها. أخته الصغيرة كمان اتخرجت من الجامعة، وربنا رزقها بعريس محترم، اتجوزته واستقلت بحياتها. لما حسام بقى عنده 24 سنة قرر إنه يتجوز ويكون أسرة. ظروفه المادية كانت كويسة، وأهله جهزوا له الشقة في مدينة بدر. حسام كان رافض فكرة الجواز التقليدي، كان عايز يتجوز عن حب وبمواصفات معينة. فعلا اتعرف على بنت اسمها غادة عن طريق أصحابه، بنت محترمة وجميلة، ودي كانت نقطة جذب حسام ليها. بعد ما اتأكد من مشاعره كلم أهله، قال لهم إنه مقتنع بيها. أهله ما اعترضوش، اتقدموا لها، وبعد فترة حسام وغادة اتجوزوا وعاشوا حياة سعيدة. بعد كام شهر من الجواز غادة اكتشفت إنها حامل، وكل اللي حواليهم باركولهم. بعد ما خلفت بنت جميلة حياة غادة اتقلبت، بدأت تهمل حسام، ويومها كله كان بيروح في رعاية بنتها. حسام كان متقبل الموضوع في الأول، ما قدر تعبها، بس مع الوقت بدأ يتضايق من إهمالها ليه. بدأ يعترض ويطالبها بحقوقها الشرعية، وهنا ظهرت المشاكل. حسام بقى يعترض على كل حاجة، يعمل خناقات على أي سبب، زي إن الأكل مش حلو أو البيت مش نظيف. غادة ما بقتش قادرة تستحمل عصبيته وصوته العالي، وبدأت ترد عليه، والمشاكل كبرت بينهم. لما بنتهم كبرت شوية وبقت 3 سنين غادة اشتغلت مديرة حضانة في مدينة بدر، وانشغلت أكتر عن البيت. حسام حس إنه استعجل في الجواز وهو لسه صغير، رجع لحياته السرية اللي كان عايشها قبل الجواز، وهي إدمانه على الأفلام الإباحية. كان مدمن عليها من أيام الثانوية، بس بطلها بعد الجواز. لما غادة اكتشفت الموضوع حاولت تتكلم معاه وتعبر عن زعلها، بس حسام صرح لها إن الأفلام دي بتديه سعادة وبتشبع رغباته. اقترح عليها إنها تتفرج معاه، وهي في الأول رفضت، بس بعد إلحاح وافقت، وبقوا يقلدوا اللي بيشوفوه سوا. بعد شهور الملل رجع لحياتهم. حسام بدأ يدور على حاجة جديدة تكسر الروتين. من كتر متابعته للأفلام الإباحية خطرت في دماغه فكرة شيطانية، إنه لو شاف غادة مع راجل تاني هيثار أكتر بسبب غيرته عليها. بعد تفكير طويل قال لغادة عن الفكرة وطلب منها توافق. في الأول رفضت، بس بعد إلحاح وافقت، وبدأوا يخططوا يلاقوا الشريك الثالث. حسام دخل على فيسبوك، وبعد بحث وصل لجروب اسمه تبادل الزوجات. تابع الجروب 6 شهور لحد ما فهم التفاصيل. هو وغادة عملوا أكاونت وهمي باسم تبادل زوجات للجادين فقط، وكتبوا رسالة بيقولوا فيها إنهم كابل من القاهرة بيدوروا على كابل زيهم. الأكاونت لقى إقبال كبير، وكان يوصل لهم رسائل كتير من ناس عايزين ينضموا ليهم. حسام حط 4 شروط للزوجين اللي هيختاروهم: لازم يكونوا متجوزين بعقد رسمي،
مستواهم المادي عالي، مثقفين وبيئتهم راقية، وإن حسام وغادة يرتاحوا ليهم. بعد ما فضلوا بين المتقدمين، حسام اتعرف على زوجين. الزوج بيشتغل في دولة عربية وكان نازل أجازة. حسام وغادة راحوا لهم في بيتهم في فيصل، قعدوا يتكلموا ويهزروا ولعبوا كوتشينة علشان يكسروا الرهبة. بعدين دخلوا أوضة النوم ونفذوا الفكرة. كرروا الموضوع كذا مرة لحد ما الزوجين سافروا. حسام وغادة رجعوا يدوروا على كابل تاني، وتعرفوا على واحد بيشتغل في بنك في التجمع الخامس. نفس السيناريو حصل، بس المرة دي غادة اتضايقت وقالت إنها ما استمتعتش. بعد أسبوعين الزوجين طلبوا يكرروا الموضوع، وحسام وغادة وافقوا. في بداية مارس 2012 اتعرفوا على كابل جديد، محمد ومي. حسام طلب يقابلوه في كافيه في ميدان لبنان بالعجوزة يوم 12 مارس 2012. قعدوا يتكلموا وكان في انسجام واضح. اتفقوا على التفاصيل واستعدوا يروحوا شقة محمد ومي في المهندسين. بس فجأة رجال أمن حوطوا المكان واتقبض على الأربعة. لما وصلوا مديرية أمن الجيزة، حسام وغادة اكتشفوا إن محمد هو الرائد محمد حسين ومي مساعدة ليه، وكانوا بينفذوا خطة للإيقاع بيهم. في النيابة حسام قال إن هو وغادة متجوزين من 5 سنين، وإنهم كانوا بيمارسوا الدعارة تحت اسم تبادل الزوجات. فحصوا موبايله لقوا خطين، واحد باسمه والتاني من غير عقد، كان بيستخدمه للتواصل مع الأزواج. لقوا صور لغادة في أوضاع مخلة، وحسام قال إنه كان بيبعت الصور دي للأزواج لإقناعهم. كتب كمان كلمة تبادل على جسمها لتأكيد جديتهم. اعترف إنهم اتعرفوا على 3 عائلات، وإنه لو ما اتقبضش عليهم كانوا هيستمروا. نفى إنه كان بياخد فلوس، وقال إنه كان بيعمل كده للمتعة. النيابة وجهت لهم اتهمة ممارسة الدعارة والدعاية ليها عبر الإنترنت. يوم 16 يوليو 2012 محكمة جنح العجوزة حكمت على حسام بالسجن 7 سنين مع الشغل والنفاذ ومراقبة الشرطة لمدة مماثلة. غادة أخذت 3 سنين سجن مع الشغل والنفاذ ومراقبة الشرطة لمدة مماثلة. قضية حسام وغادة مش آخر قضية من النوع ده. للأسف اتقبض على ناس كتير بعدهم بنفس التفكير الشيطاني. تبادل الزوجات فكرة بتخلي أي حد يخجل بس من سماعها. اللي زي حسام وغادة من مصر ومن دول تانية بيشاركوا نفس القناعة إن المتعة في الأفعال المحرمة. لازم نسلط الضوء على القضايا دي علشان نوعي الناس ونحمي مجتمعنا من الفكر الملوث ده اللي بيخالف الفطرة السليمة. وإلى هنا تنتهي الحكاية. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. تصبحوا على خير وسعادة. سلام.